اعزائي، دييجو سيميوني بيعذب هانز فليك لتاني مره الموسم ده. اتلتيكو مدريد بيخطف التعادل من برشلونه في اخر دقيقه. سورلس بقى عقده لبرشلونه في اخر موسمين، وكل لما يشوفهم بيتحول لرونالدو الظاهره. ريال مدريد من الناحيه الثانيه بيرجع بفوز صعب جدا من ملعب انويتا. وفي الدوري الانجليزي سلوت وصلاح قفلوا الدفتر بدري خلاص بنسبه كبيره. ليفربول بطل الدوري الانجليزي الموسم 2025 ده، يعني بعد الفوز على نيوكاسل. وجوارديولا بيستعيد نغمه الانتصارات بعد هزيمتين الليفر والريال، وبيكسب توتنهام وبيحافظ على المركز الرابع. ارسنال كالعاده بيغزل جمهوره وبيتعادل مع نوتنجهام، والاثنين مدافعين هاري ماجواير وديليخت بينقذوا اليونايتد من خساره قدام ابزويتش تاون. واليوفي بيودع كاس ايطاليا بفضيحه قدام امبولي. فيعني حلقه مميزه هنتكلم فيها عن ماتشات الثلاث والاربع، كاس اسبانيا والدوري الانجليزي وكمان كاس ايطاليا. فيعني سريعا انزل كسر لي زر اللايك ببلاش، والاشتراك برضو ببلاش. شكت عليك تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. ويلا بينا خلينا نبتدي كده مع كاس اسبانيا وقمه ملعب المونجويك بين برشلونه واتلتيكو مدريد. واحده من اجمل وامتع الماتشات الموسم ده من حيث التنافسيه ما بين الفرقتين والاثاره والحماس لحد اخر لحظه في الماتش. مهرجان اهداف من الفرقتين في ماتش مجنون، تعادل بطعم الفوز لاتلتيكو مدريد وبطعم الخساره لنادي برشلونه. هانز فليك اتفاجئ في اول الماتش باستقبال فريقه الهدفين في اول 5 دقائق من خوليان الفاريز وكمان جريزمان، وبعدها الراجل قرر يقلع الجاكيت علشان يركز في اللي بيحصل. وبصراحه حاجه تحسب لبرشلونه والهانز فليك ان هم ما فقدوش الثقه في نفسهم. اي فريق تاني غير برشلونه كان ممكن ينهار عادي، وساعتها كان ممكن نشوف نتيجه كبيره لاتلتيكو. بس يعني هانز فليك فضل محافظ على اسلوبه وكثف من الهجوم والضغط على لاعبين اتلتيكو مدريد، ونتيجه لكده برشلونه عرف يرجع في الماتش بريمونتادا. سجلوا هدفين في ظرف دقيقتين عن طريق بيدري وكمان كوبارسي، وقبل ما الشوط الاول يخلص بدقايق سجلوا الهدف الثالث من ضربه ركنيه سجلها المدافع انيجو مارتينيز. وفي الشوط الثاني برشلونه استحوذ وسيطر على الماتش، وعرف كمان يمنع الهجمات المرتده اللي كان عاملها اتلتيكو مدريد، وقدر كمان ليفاندوسكي اللي نزل بديل يسجل الهدف الرابع. في اللحظه دي لو سالت اي مشجع لاتلتيكو مدريد ان ممكن فريقك يرجع في النتيجه تاني، طبيعي جدا ان كان هيقول لك لا، ويتمنى تفضل النتيجه كده بس وما يلبسش جوان تاني. بس يعني هانز فليك قرر يعمل تبديلين اغبى من بعض. سحب بيدري ورافينيا اللي كانوا احسن 2 لعيبه في الماتش، خلى نص الملعب يبقى فاضي بخروج اهم لاعب فيهم. خليني بس كده اقول لك على حاجه، ان بيدري بيقوم بمهام 3 لاعبين مش لاعب واحد. بيقطع كورات وبرضه بيستحوذ على الكوره وبيخرج من تحت ضغط لاعبين اتلتيكو مدريد بكل سهوله، وكمان بيصنع فرص لزمايله. ورافينيا كان اكتر لاعب في الماتش صناعه للفرص، ومن بعد ما خرج هجوم برشلونه كله كان في الضياع. بسبب التبديلين دول اتلتيكو مدريد سجل هدفين في اخر 6 دقائق. ومن الناحيه الثانيه دييجو سيميوني رمى كل اوراقه الهجوميه ونزل لينو وكوريا وكمان سورلس، وكلهم يعني ما شاء الله ساهموا في تسجيل الاهداف. لينو صنع جول وكوريا برضه صنع جول وسورلس سجل هدف التعادل. حاجه ثانيه لازم نشيد باللاعب خوليان الفاريز اللي بيقدم موسم اول ممتاز مع اتلتيكو مدريد، وازاي برضه جوارديولا فرط في جوهره زي دي، نفس الغلطه اللي عملها مع كول بالمر الموسم اللي فات. الفاريز خطير جدا في الهجمات المرتده ولاعب سريع ومهاري وصايع كوره بالبلدي، وحاليا هو هداف الفريق في الدوري وكمان الكاس وكمان دوري الابطال، ومسجل 20 هدف لحد دلوقتي. سورلس بقى كابوس بالنسبه لبرشلونه، وكل لما يلعبهم بيسجل عليهم. سجل عليهم مع ريال سوسيداد وكمان فيا ريال، وحاليا اتلتيكو مدريد ده كمان بيسجل عليهم دايما بعد الدقيقه 90، وعمل ده 3 مرات، مره مع فيا ريال ومره في ماتش الدوري اللي فات ده يعني لو تفتكر، والمره دي في الكاس. الناحيه الثانيه برشلونه عنده فيران توريس مضيع لوحده هدفين، وليفاندوسكي كمان مضيع هدف اكيد. وصحيح برضو ان اتلتيكو مدريد برضو ضيع فرص، بس يعني معلش برشلونه غير الاتليتي. برشلونه بينافس على الدوري وكمان دوري الابطال، فلازم يكون عنده مهاجم سفاح ما يضيعش الفرص السهله دي، ده يعني لو عايز يكتسح في كل البطولات. من ناحيه ثانيه ريال مدريد بيحقق فوز صعب جدا خارج ملعبه قدام ريال سوسيداد. انشيلوتي بيريح كورتوا وفالفيردي ورودريجو، ومبابي كمان بيغيب عشان خلع ضرسه وقت غبي، يعني جاي تخلع ضرسك قبل ماتش نص نهائي الكاس وده كمان بره ارضك. صراحه قرار غريب، بس يعني اندريك وبيلينجهام قاموا بالواجب. بيلينجهام بيصنع جول بتمريره طويله بالمقاس لاندريك، اللي بعدها بيعمل استلام جميل جدا وبعدها بيحط الكوره بوش رجليه الخارجي، حطها بكل سهوله وذكاء، والهدف يبين ان اندريك عنده امكانيات عاليه جدا سواء في التحرك او الاستلام وكمان الانهاء. وفي الشوط الثاني برضه فينيسيوس عمل له واحده جميله جدا، وهو اتحرك واستلم بطريقه كويسه جدا وطلع صاروخ من رجليه، بس للاسف راحت في العارضه. اندريك اعتقد لو بياخد فرص كتير اعتقد هيبقى مستقبله كبير جدا مع الريال. الحارس البديل لونين بيقدم ماتش
اسطوري وبياخد جايزه رجل المباراه، وده يعني عن جداره واستحقاق. في الماتش صد 6 كرات منهم 5 كور بالظبط من جوه ال 18. ده غير يعني ان هو بيلعب برجليه بطريقه حلوه جدا، وديت الميزه اللي موجوده عند لونين ومش موجوده عند تيبو كورتوا. فينيسيوس يعتبر ما كانش في افضل مستواه هو واردا جولير، وواضح كمان ان جولر مستواه متراجع بشكل كبير، وده يعني بسبب قله مشاركاته. وكالعاده انشيلوتي بيفتكس افتكاسات غريبه وملهاش اي 30 لازمه، وده يعني لما لعب ماركو اسينسيو ظهير يمين واللاعب كان مقدم مستوى وحش جدا، وده يعتبر لانه اول مره يلعب في المركز ده. بس يعني في النهايه انشيلوتي خرج بنتيجه الفوز من ملعب صعب وكمان جماهير عنصريه، وبنسبه كبيره حط رجليه في النهائي. محتاج بس يتعادل الماتش اللي جاي، واللي بالمناسبه هيكون في سانتياغو برنابيو. يمكن اوحش حاجه حصلت في الماتش هي اصابه داني سيبايوس اللي يعتبر اهم لاعب في خط وسط الريال حاليا. من غيره الفريق ما بيعرفش يخرج بالكوره ومن الضغط، ولا حتى بيعرف يستحوذ على الكوره في نص الملعب. والتقارير بتقول ان فتره غيابه هتبقى لمده شهرين، وبنسبه كبيره هيأثر على الريال بشكل كبير، لان مفيش لاعب بيقوم بنفس المهام اللي هو بيعملها. فما نشوف انشيلوتي هيحل المشكله ديت ازاي. نسيب كاس الملك ونروح للدوري الانجليزي اللي تقريبا خلاص حسمه ليفربول بعد الفوز على نيوكاسل 2-0. الليفر قدر يحجم من هجوم نيوكاسل ويمنعهم ان هم يعملوا هجمات مرتده. لك ان تتخيل ان نيوكاسل ما عملش ولا تسديده على المرمى قدام ليفربول. خط دفاع مرعب بمعنى الكلمه بقياده فان دايك وكمان كوناتي اللي يعتبر اقوى ثنائيه دفاعيه في العالم حاليا. من ناحيه تانية مرتدات ليفربول من على الاطراف بتبقى عباره عن فيلم رعب بالنسبه للخصوم. صلاح ودياز لما بيجروا من على الخط يستحسن انك ما تدورش عليهم، وسوبوسلاي يعتبر كان احسن لاعب في الماتش. ده غير يعني ان هو سجل الهدف الاولاني، وقدروا يسيطروا على نص الملعب هو وجرافنبرخ وكمان ماكاليستير اللي بيقدموا موسم استثنائي السنه دي مع ليفربول. صلاح كالعاده بيكسر ارقام قياسيه جديده، والموسم دوت مع ليفربول بيصنع فيه التاريخ، وده يعني في كل ماتش بيلعبه. طبعا هو صنع الهدف الثاني لماكاليستير ووصل للمساهمه رقم 42 ليه السنه دي، وده بس في الدوري. حاليا هو الهداف وكمان اكتر لاعب صنع اهداف برصيد 17 اسيست، وباقي له 4 اسيستات بس علشان يبقى اكتر لاعب صنع اهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الانجليزي. صلاح يعتبر من ابرز المرشحين السنه دي للفوز بجائزه الكره الذهبيه، ولو فاز بدوري الابطال السنه دي مع ليفربول هيكون المرشح الاول ليها بلا منافس. ليفربول حاليا في صداره الدوري بفرق 13 نقطه عن ارسنال اللي تعادل مع نوتنجهام. ارسنال مضيع على نفسه 5 نقط في اخر ماتشين ليه لما خسر من ويست هام وتعادل 0-0 مع نوتنجهام. فريق ارسنال مستحيل يفوز بالدوري من غير ما يبقى عنده مهاجم كبير، مع احترامي لهافرتس وجيسوس وكمان ستيرلينج، بس دول مش مهاجمين يجيبوا دوري. لازم يبقى عندك مهاجم يسجل فوق ال 20 هدف علشان خاطر تقدر تفوز باصعب دوري في العالم. لازم يبقى عندك هداف زي هالاند او ايزاك او صلاح علشان تكسب، غير كده انسى يا ارتيتا انك تاخد الدوري. قبل ما نسيب ماتش ارسنال لازم نوجه التحيه والشكر لكابتن مختار نونو سانتو اللي مقدم موسم عالمي السنه دي مع نوتنجهام، وحاليا هو الثالث في ترتيب الدوري بعد ليفربول وارسنال. من كام سنه بالظبط نوتنجهام كان بيصارع على الهبوط، السنه دي هم في المركز الثالث. الحقيقه الدوري الانجليزي الموسم ده فيه اكتر من مدرب عاملين شغل محترم، طبعا نونو سانتو وايرولا مدرب بورنموث، ده غير كمان ارني سلوت. وطبعا في قمه الجوله ما بين توتنهام ومانشستر سيتي جوارديولا بيفوز على توتنهام في ملعبه 1-0، واللي سجله كالعاده ايرلينج هالاند. ماتش قدم فيه الحارس إيدرسون اداء مميز جدا، صد 6 كرات من داخل منطقه الجزاء، ده غير دوكو اللي راجع بفورمه كبيره جدا وعمال يرقص في كل اللي يقابله، ده غير ان هو صنع الهدف لايرلينج هالاند. مرموش للاسف ما سجلش، بس يعني كالعاده تحركاته كانت مميزه وفتحت مساحات كتيره جدا لهالاند وسافينيو اللي ضيعوا اكتر من فرصه للتسجيل. المدافع الاوزباكي عبد القادر خوسانوف مع الوقت بدا يثبت رجليه في الملعب ومستواه بدا يتحسن تدريجيا. ثنائيته مع روبن دياز كانوا عاملين نوع من الصلابه في الخط الدفاعي. الفريق حاليا في المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال اوروبا، فيعني لازم الفريق يعمل سلسله من الانتصارات وبالاخص في الكام ماتش اللي جايين، ده يعني لو عايز يلعب دوري الابطال الموسم اللي جاي. لو وقعت كده او كده يبقى شكر الله سعيكم. وفي كميه اخبار طالعه من الاعلام الانجليزي ان البيب قرر يمشي الجيل القديم بتاع الفريق زي دي بروين وجوندوجان وكمان برناردو سيلفا وكوفيزيتش وايدرسون، وشكله هيدخل الماريكاتو اللي جاي وهيجيب فريق كامل ينافس بيه مره تانية على الدوري وكمان دوري الابطال. البيب لما بتهف منه يبقى هيعمل العجب. مانشستر يونايتد بيفوز على ابسويتش تاون 3-2، وطبعا لو كان خسر كان هيقرب اكتر لمناطق الهبوط، بس يعني اللي اتفرج على الماتش يقدر يلاحظ بكل وضوح ضعف وسوء لاعبين مانشستر يونايتد. ونانا بيغلط غلطات كارثيه، ده غير الظهير اللي لسه جايبينه في الانتقالات الشتويه بيتسبب في هدف وكمان بيطرد. وهجوم الفريق عقيم لدرجه غريبه، لدرجه ان اللي بينقذ الفريق هما الاثنين مدافعين ديليخت وهاني ماجواير. انت متخيل
متخيل يعني ايه اللي بينقذوا اليونايتد 2 مدافعين؟ دلوقتي اليونايتد بعد شويه عن مراكز الهبوط، لكن لازم اموريم الفتره اللي جايه يفوز بماتشات كتير، يعني لو عايز يضمن بقائه في الدوري الموسم اللي جاي. وطبعا لو فضلوا في الدوري اعتقد الاداره لازم تدعم اموريم وتجيب له صفقات يقدر ينافس بيها بدل العاهات اللي بيلعبوا في الفرقه حاليا. لكاس ايطاليا انتر ميلان بيفوز على لاتسيو 2-0 وبيتاهل لدور نص النهائي عشان يقابل هناك اي سي ميلان. في ماتش الانتر شفنا هدف صاروخي من ارناتوفيتش شبه جون مودريتش كده على غرناطه. انما بقى الكارثه الكبيره هي خروج يوفنتوس في دور ربع النهائي بعد الخساره من نادي امبولي بضربات الجزاء. فضيحه كبيره لواحد من اكبر انديه ايطاليا وكمان العالم. اليوفي السنه دي رايح لموسم صفري، خسر نص نهائي كاس السوبر قدام اي سي ميلان وخرج من ملحق دوري الابطال ودلوقتي بيروح في الكاس. اليوفي حاليا ترتيبه في الدوري في المركز الرابع ويعتبر خلاص بعد ما خرج من كل البطولات الحاجه الوحيده اللي مطلوبه من تياجو موتا اللي يفضل يركز في ماتشات الدوري، يعني عشان يضمن تاهله لدوري ابطال اوروبا الموسم اللي جاي، يا اما هيروح على بيتهم. دي كانت حلقه النهارده، طبعا لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان خاطر ان شاء الله يوصلك اي فيديو جديد، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.